طبعا في ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تشتري الأفوكادو، بيبقى عندهم حيرة، هل أشتري الخضرة الملساء ولا أشتري السمرة اللي هي قشرتها من بره بتكون مخشنة شوية؟ لا طبعا احنا يوم ما نشتري الأفوكادو هنشتري الأفوكادو اللي زي في الصورة كده بالظبط. دي صورة الأفوكادو اللي انتي تقدري انك انتي تجيبيه وهيبقى مستوي معاكي وهيبقى زي الفل. طيب هو كده مش هيبقى مثلا بايظ او مستوي زيادة؟ لا طبعا، الافوكاتو هتجيبيه لونها مسمر شوية والقشرية الخارجية بتاعتها بتكون مخشنة، بس بتكون ناشفة ما بتبقاش طرية كده اهوت اكنها مستوية او عاملة زي المية. طيب بالنسبة بقى للخضرة اللي احنا جايبينها دي كده هو بتبقى لسه ما استوتش، يعني المتجر بيبقى حاططها مثلا ممكن تكون بقاله عنده اسبوع او حاجة، ما بتبقاش لسه مستوية قوي يعني، بس بتبقى شغالة معانا زي الفل وبيبقى طعمها حلو جدا. الافوكاتو لما بنجيبها السمرة المخشنة شوية بتطلع معانا من قشريتها بكل سهولة، ما بتبقاش تضطري انك انت تقشريها اكنك كده بتقشري بطاطس، لا بتشيليها كده اهو بالمعلقة وبتتشيل معاكي بكل سهولة. احنا كده اهو هنبتدي ان احنا نعمل عصير الافوكاتو بتاعنا. وعلى فكرة يا بنات عصير الافوكاتو مش محتاج مكونات كتيرة جدا وانت بتعمليه، هو بالظبط كده هو كيلو من الحليب و3 معالق من العسل النحل، ولو عندك مكسرات بقى بيوديه في حتة تانية خالص. على فكرة كوباية الافوكاتو في المطاعم او في الكافيهات بتتباع غالية جدا، احنا هنا في البيت هتعمليها بكل سهولة. اسعار الافوكاتو بتتراوح ما بين 200 جنيه و180 جنيه على حسب المتجر وعلى حسب سعره وعلى حسب جودته. يعني 2 واحدة من الافوكاتو هيعمل لك شفشة عصير محترمة تقدري تشربي منه انتي واولادك. وزي ما انتي ما شفتي ما فيهوش اي افتكاسة خالص، هو الافوكاتو وعسل النحل بالمكسرات وشوية تلج وكيلو اللبن، وهتقدري تشربي منه انتي واولادك. الافوكاتو فايدته حلوة جدا لانه بيحتوي على فيتامين كاف اللي هو بيساعد في صحة العظام. والسلام عليكم ورحمة الله.